سؤال من عن بنت عندها 18 سنة. بتقول بنتي داخلة ثانوية عامة، مش بتذاكر خالص ومش بتشارك في أي حاجة من أعمال البيت وماسكة الموبايل 24 ساعة. أعمل إيه؟ حضرتك حطيتي إيدك على المشكلة في آخر سطر من السؤال، إنها ماسكة الموبايل 24 ساعة. طبيعي جدا، الموبايل وسيلة تسلية هايلة، بيخليها على تواصل على طول مع أصحابها، متابعة أخبار العالم من خلال السوشيال ميديا، وممكن تكون مثلا بتحب تلعب جيمز ولا حاجة. فازاي يعني لو هي متعودة على كده هتسيب الموبايل عشان تذاكر ولا تساعد حضرتك في شغل البيت؟ أنا دايما مع أولادنا وبناتنا المراهقين بحب أتعامل معاهم ككبار ناضجين، مش كأطفال صغيرين، ومش بحب أتعامل بالقهر اللي هو أنت هتسيبي الزفت اللي في إيدك ده وتقومي تنظفي الشقة ورجلك فوق رقبتك، لان الحاجات دي حتى لو كان ليها نتائج على المدى القصير، ان هي هتسيب الموبايل لما تلاقيني بزعق وبهدد وتروح تنظف الشقة، بس في نفس الوقت بوظت علاقتي بيها ومش هعودها ان دي تبقى عادة. يعني لو انا ما زعقتش تاني يوم مش هتنظف الشقة عادي. طيب بعمل ايه؟ بشتغل على مستويين في نفس الوقت. اول مستوى هو تصليح علاقتي بيها، ان علاقتنا تبقى ايجابية وسوية، ونعمل مع بعض حاجات مشتركة، ونخرج مع بعض، ونقعد نرغي، ونقعد نعمل شعر بعض، ونحط لبعض مانيكير، الحاجات اللي هي بتاعت البنات. اشوف ايه اهتماماتها واعملها معاها عشان يبقى بينا كلام ايجابي وصحي، وتبقى اساس علاقتنا علاقة حلوة. والمستوى التاني اللي بشتغل عليه هو مستوى الاتفاق. فمثلا حبيبتي، غسيل الاطباق ده عليكي كل يوم، اوضتك مثلا تتروق وتتنظف تنظيفه حلوه مره في الاسبوع، وكل يوم قبل ما تنامي في 10 دقايق كده تلمي فيهم بقى الهدوم اللي على الارض والكتب تحطيها على المكتب، والكلام ده في اتفاق وفي متابعه. ما تفتكريش انك هتقولي مره كده وخلاص، بالذات ان واضح من كلام حضرتك ان هي متعوده على كده وما بتسمعش الكلام خالص في الحاجات دي. فلازم يكون في متابعه، ولازم ما تتوقعيش ان انت هتقولي الكلام ده مره وخلاص، لازم تبداي تكرريه، ولازم تكافئيها لما تعمل الحاجات دي، ولازم تدفع عواقب لما هي ما تلتزمش، فتبدأ مثلا تتحرم من خروج او تتحرم من شحن الموبايل والكلام ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم ولا بد من وضع قواعد لاستخدام الموبايل. مفيش حاجة اسمها الموبايل في ايدهم 24 ساعة، مفيش حاجة اسمها كده. ورانا مذاكرة، ورانا مسؤوليات، وبعد كده نبقى نقعد على الموبايل، وبرضه في حدود. الموبايل يخرج بره الأوضة وقت المذاكرة. هتقولك بس انا لازم ابقى بتكلم على واتساب وبشوف المدرسين بيبعتوا لي ايه والكلام ده. ماشي، هتشوفي الحاجات دي في وقت محدود، بعد كده الموبايل هيخرج وانتي هتركزي في مذاكرتك. هنذاكر شويه ولتكن نص ساعه، ساعه الا ربع، وبعد كده هنخرج ناخد 10 دقائق ربع ساعه بريك. نص ساعه، ساعه الا ربع مذاكره، وربع ساعه بريك. بعد ما نعمل الموضوع ده 3 4 مرات، ممكن ساعتها ناخد بريك نص ساعه او ساعه، منهم جزء على الموبايل وجزء مثلا احنا قاعدين نتكلم مع بعض، جزء بنتغدى ولا بنتعشى مع بعض. لكن هنفضل ساكتين على الموبايل لحد ما نلاقيها خلاص داخله على الامتحانات وما تذاكرش؟ لا، مش هينفع. وتاني بقرر ان لو الموبايل واصل لمرحله الادمان، انه خلاص ما بنعملش اي حاجه في حياتنا غير الموبايل، يبقى لازم في اسرع وقت حضرتك تلجئي لمتخصصه نفسيه تساعد بنتك في التعافي من ادمان الموبايل. وربنا يوفقها وينجحها هي وكل ولادنا يا رب. سلام عليكم.